ما هو واضح أمامكم، جبت لكم الناس الذي وصلوا إلى منفذ الوديعة وعليهم بصمات ورجعوهم، والذي عليهم بصمات وسمحوا لهم بالدخول. ولماذا؟ فقط ما أريد منكم هو المتابعة والمشاهدة إلى النهاية، والاشتراك بالقناة ليصلكم أي فيديو حول المغتربين والتأشيرات والمعاملات. نبدأ. يلا خلونا نبدأ بأول واحد. ركزوا يا شباب. والعيال حقي ووصلنا لين الوديعة، وطبعا أنا عندي بصمة. فكلمني لما وصلت للمنفذ هناك في الوديعة، كلمني الجوازات، قال لي أنت عندك بصمة ما تقدر تدخل عمرة إلا بعد 10 سنوات، بس تقدر ترجع بعد 3 سنوات. تقدر ترجع زيارة عائلية أو فيزة عمل. يعني قال لي أنت الآن لك 3. مثل ما سمعتم يا شباب، هذا راح عمره وما قد مرش عليه 10 سنوات وهي بصمة واحدة، قالوا له تعال بفيزة عمل أو زيارة وتدخل. طيب هذا نشوف ايش بيقول. هذا قال يا عم صلاح أنا سويت عمرة ورجعوني من المنفذ قالوا عليك بصمة. نفس الشيء لأنه ما خلاش المدة اللي هي 10 سنوات تمر، راح يعمل عمرة وما قد مرش عليه 10 سنوات. هذا الثاني قال أنا قلت باسمي يوم رحلوني بالبصمة كتب الموظف اسمي محضار وأنا اسمي مختار، ورحت المنفذ ورجعوني زي ما انتم شايفين مختوم بختم هذا الغاء. الثالث دخلت عمره ورجعوني. نشوف ليش رجعوني، نشوف المحادثة. قال انه الموظف قال له يمديك تدخل زيارة ولا إقامة، واللي جنبي كان مبصم ودخل بتأشيرة زيارة وكان اسمه صحيح. طيب هذا الرابع بيقول يا عم صلاح أنا في اختلاف تاريخ الميلاد، الأول 1989 أول ما دخلت، والمرة الثانية قطع الجواز وعملت 1999 ورجعوني من المنفذ بسبب اختلاف تاريخ الميلاد. الذي بعده يا أخي أنا عندي بصمة ترحيل واحدة ومر عليها 15 سنة وطلعت تأشيرة عمل جديد وصلت المنفذ ورجعوني بسبب اختلاف الاسم، وقد البصمة لها 15 سنة ورجعوا. مثل ما قلنا لكم سابقا، حتى لو كان حرف واحد أو الاسم غلط يوم ترحلت اسمك بالبصمة ماش مطابق للجواز، حتى لو لك 1000 سنة يرجعوك. هذا بيقول علي بصمتين نفس الاسم يا غالي بس رجعوني من المنفذ. طبعا أنا تكلمت اللي علي بصمتين لا يروح ياخذ تأشيرة عمل لأنه يخسر إذا رجعوا، لذلك نصحنا أنه ياخذ تأشيرة عمره. حتوصل المنفذ تبصم والموظف يقول لك إذا مسموح لك الدخول يقول لك تعال فيزة عمل أو زيارة. هذا بيقول يا عم طلع أنا علي قضية وانسجنت 4 سنوات وعاملت زيارة ورجعوني. اللي علي قضية ما بيقدر يرجع يا شباب. ننتقل إلى هذا. دخلت في المنفذ رجعني وسألني كم لك، قلت له 4 سنوات، فقالوا ممكن تدخل زيارة أو فيزة عمل إن لك 4 سنوات، أما العمرة مبلغ بعد 10 سنوات زي ما بينشرح لكم دائما. عقوبة البصمة الواحدة بصمة مجهول مرحل وكتب اسمه صحيح يشتي يدخل عمره بعد 10 سنوات، يشتي يدخل فيزة عمل أو زيارة بعد 4 أو 5 سنوات عادي. هذا قد أنا بين أجيب لكم المحادثات حق ناس راحوا إلى منفذ الوديعة جربوا من شان تكون عندكم المعلومات. هذا قال أنا قد رجعت من المنفذ الاسم غير حرف واحد. طبعا أي واحد حتى لو حرف واحد غيروا بالاسم أو غلطت به بيرجعوكم، وهؤلاء زي ما بتشاهدوا المحادثة أمامكم. طبعا هذا في واحد كان يشتي فيزا وقال أنا سويت عمرة ورجعونا من المنفذ كانت عندي هوية زاير، أكيد كان اسمه غلط. طيب أخي رجعوه من المنفذ عشان في خطأ، اسم الأب اسمه بكير محمد لكن في البصمة عندهم طلع اسمه بكير حمد، ما بيقدر يدخل يا غالي. يعني زي ما بين نرويكم إن المعلومات اللي بين نجيبها لكم صحيحة، لو حرف واحد غلط بيرجعوهم. طيب هذا بيقول أنا قبل 3 أشهر عملت عمرة ومعي 1 بصمة ورجعوني من المنفذ، قال العسكري غير مسموح لك عمرة، قال مسموح لك إقامة أو فيزة عمل، أما العمرة بعد 10 سنوات. كلام صحيح. يا أخي علي 3 بصمات، أخي علي 3 بصمات حاول يدخل عمره وعليه بصمات قبل 8 سنوات ورجعوه من المنفذ وقالوا لا تعال بعد 1.5 سنة أو توفية 10 سنين. أنا قد نصحت عدة مرات اللي عليهم أكثر من بصمة هي مغامرة بتخسروا، سواء كان أخذتم عمرة أو تأشيرة عمل لأنه بالحظ. هذا بيقول يا غالي أنا قبل 2 شهرين رجعت من المنفذ كان عندي تأشيرة قالوا معك بصمتين، طبعا لها 10 سنوات. حكمة الله يشيل الدولة حقنا ويشيل وزارة المغتربين والخارجية دي ما خارجوا الناس. قادرين يقدموا طلب للسعودية بإلغاء البصمات عن اليمنيين وتصحيح أوضاع الناس اللي كانوا يغلطوا الموظفين ويكتبوا أسمائهم غلط. نشوف الذي بعده.
أنا كنت زائر وإقامة، بعد ما خرجت خروج وعودة وانتهت قطعت تأشيرة وسافرت ورجعني من المنفذ، طلعت علي 4 بصمات. هذا قد طلع هوية زائر وسافر رسمي ونظامي، بس إنه كان عليه 4 بصمات ورجعوه من المنفذ. أنا دخلت العام الماضي ورجعونا بسبب اللقب بالبصمة مختلف عن الجواز، زي ما بينشرح لكم دائما، زي ما بين أكلمكم دائما، إن الذي عليه بصمة واحدة وكانت بصمة مجهول وغير حرف واحد باسمه، أو الموظف بالجوازات غلط وغير اسمه أو حرف واحد من الاسم، ما بيسمحوا لكم مش تدخلوا. هؤلاء وصلوا إلى منفذ الوديعة زي ما بتشاهدوا المحادثات. هؤلاء الآن الذي دخلوا وكان عليهم بصمات، طبعا هؤلاء أخذوا تأشيرات من عندي، كان أسماءهم صحيحة وكانت بصمة واحدة عليهم. هذا الأول زي ما بتشاهدوا أمامكم وصل إلى السعودية وتواصل معايا، وبعدين كلمني من شان أصدر له الإقامة وكل شيء. هذا الثاني. نشوف الذي بعده عمرو. وين جاء عمرو؟ هذا علي البرعي. هذا عمرو طبعا أخذ تأشيرة من عندي كمان، وكان عليه بصمة واحدة وكتب اسمه صحيح ومر عليها 5 سنوات، ودخل أعطيناه التأشيرة ودخل زي ما بتشاهدوا. هذا الثالث أبو فيصل، أخذ فيزا من مكتبي وسافر وكانت عليه بصمة واحدة لكنه كتب اسمه صحيح، وكان مر على البصمة 4 أو 5 سنوات ودخل، وزي ما بتشاهدوا ختم المنفذ اليمني والسعودي ودخل إلى السعودية. هذا الرابع وكيلنا، وكيل المكتب حقنا العم هادي النجاشي، وأنا أوجه تحياتي لجميع وكلاء مكتب العماري. طبعا هذا شوف يقول يا عم صلاح الرجال دخل الله يحفظك وبشر بالزباين. قلت له أنا شوف كيف، أنا قلت لك بيدخل وعلي بصمة، المهم كتب اسمه صحيح بيدخل، طالما إنه كتب اسمه صحيح زي ما بنتكلم معاكم بالصوت وبالصورة، أنا واضح ما أناش بتخفي خلف الجدارات. هؤلاء كلهم أخذوا تأشيرات من مكتبي وكان عليهم بصمة واحدة وكتبوا أسماءهم صحيحة ودخلوا. لكن الذي عليهم بصمتين أو الذي عليهم بلاغات هروب، أنا أنصحهم أنهم يجربوا أول شيء عمره، وأنصح الذي غير اسمه أنه لا يخسرش. أما الذي اسمه صحيح وعليه بصمة واحدة ومر عليها 4 أو 5 سنوات يجي وإحنا نعطيه تأشيرة وبيدخل طبيعي زي هؤلاء الناس. هؤلاء وكلاء وزباين عندنا أخذوا تأشيرات من مكتبنا، وإحنا معاملتنا صريحة مع الجميع، ولا في أي مكتب بيطلع يصارحكم هكذا. وسوف أستمر بتقديم ما